هم الجماعة أصدقائنا المليونيرات اللي فقدوا ملايين في البورصة، وده له اسم تاني اسمه بورصة سيندروم أو متلازمة أعراض البورصة. أول واحد فقدت مبلغ كبير أوي بس مش هقدر أقول لك عليه دلوقتي، بعدين إيه قال لي عليه بعدين، فقد 4 مليون جنيه. طيب عندك كم ولد وبنت؟ افتكرت عنده دستة بقى، أجي عندي ولدين. طيب يعني لما أخذ السؤال أنا مش هنقع عليك والله، بس عندك في فاضل فلوس يعني واللي بابا سابها؟ يا بفضل بس مش مبلغ بسيط بس 8 مليون. بعدين قلت له طيب في حاجة عقارات أو حاجة؟ أنا مش قصدي والله إن أنا أفتش وراك لي، بس في 5 شقق في المعادي مأجرهم الأجانب بس. قلت له طيب وبعدين قال لي أنا مش عارف أعلم ولادي إزاي بكرة، أنا مش عارف إزاي أكلهم وأجوزهم وأعلم لهم شقق منين، مش عارف. فضلت يعني علقه ولعبه في اليوم بقى قلت له بص هقلع الجزمة القديمة مع انها رميتها اضربك بيها، انت ما بتحمدش ربنا وانت نصاب وانت كذاب وعندك حاجة اسمها ضلالات الفقر. قال لي ايه ضلالات الفقر دي كمان؟ افتكر قلت له انت تظن انك ستفتقر؟ يا عم دي فلوس بتولد كل يوم، هتفتكر ايه؟ دول 4 مليون. ده البواب اهنأ حالا منك لانه ما بيفكرش بكره، ومكبر عياله وبيجمع مراته مبسوط وبيتفرج على التلفزيون ومراته بتمسح وبتغسل تقضي شغل الدنيا وبينام في هدوء وبيصحى فريش. انت لا، انت بتشتغل؟ لا. طب اعمل حاجه لله، اشتغل في رساله ولا بتاع. انت مأنتخ زي وسام كده، زي انا موجود مأنتخ زي عصام. بالمناسبه وسام وعصام ايه، وسام بيقول لعصام انا كنت فاكر ان انا اكتر واحد في الدنيا مأنتخ، هم عصام بيقول لا انا طبعا. اخر واحد جاني امبارح اول امبارح كان راجل عنده 70 سنه وكانت سايب لحيته، فدخل ابنه الاول قال لي بص ما تقولش بابا ان احنا دفعنا كشف، احنا جايين لله. قلت له ليه؟ قال لي لانه عرف ان احنا دفعنا كشف هيموت. قلت له ليه؟ هو مش مسطوره؟ قال لي لا ده احنا معانا ملايين وبتاع الحمد لله وبتاع وشركات وشقق وبتاع. قلت له طب ايه اللي حصل؟ قال لي بابا خسر فلوس في البورصه. قلت له خسر كام؟ قال لي 300,000. قلت له طيب هات طبعا. جه قاعد بقى لابس البدله الشعبيه بتاع جمال عبد الناصر. اقول له ايوه يا عم الحاج. ايوه ايه؟ خلاص الدنيا راحت مفيش امل. المهم يعني عملنا لعبه كده انه الدواء هيروح يجيبوا مصدرين صادق اللي بتصرف ببلاش طبعا في الشغل، وانه الحقنه اللي هديها له دي هديه من الامم المتحده. ودخل عليه فيلم بس هو ماشي برضه شاكك عمال يبص وراه. ده عنده دخل في الاكتئاب الذهاني اللي كان بيقول عليه حجازي، بس حجازي حنجوري بيقول بكلام كده زي العلماء يعني، زي اللي هو الاكتئاب الذهاني. دخل في حته ملهاش دعوه بالواقع بالحقيقه دي، دخل في الضلاله في العالم بتاعه. طلع الصباح فما ابتسمت ولم ينر وجه الصباح. ده صلاح الصبور الله يرحمه كان يميل الى الاكتئاب. تخيل بقى انت لما تصحى الصبح ويبقى نور الدنيا نور ربنا مش منور وشك، يا ساتر، وبعدين تشم ايه؟ ريحه التراب في حنك الباب. اشكركم على حسن الاستماع. في ميكروفون ورا واحنا هناخد الاسئله تفاعليه، يعني انا هرد على السؤال او حجازي او هاجر طبعا واحده بس انا هستاذنكم 3 دقايق بس، يا ريت ما تقوموش بس هوصل جوه واجي.
اجيب الورق بتاع البورصه. مساء النور. أعرضه إيه على الأطفال وإزاي ممكن نتعامل معاه يعني لحد الآن يكون هذا بالظبط؟ أشكرك، سؤال قيم جدا كويس جدا، لأنه اكتئاب الأطفال ما بيبانش في صورة اكتئاب. اكتئاب الطفولة يظهر في صورة سلوكيات، يا إما اتجاه لمعارضة الوالدين وأي سلطة أخرى بشكل عنيف جدا، يا إما يعني سلوكيات أخرى تتعلق بالتبول أو بالأداء الدراسي أو التحصيل الدراسي، فقدان التركيز، عدم القدرة على مصاحبة الآخرين، وأحيانا العدوانية. ولذلك ما يجبش ان احنا نفضل نضرب في العيل، لان دي عادة مصرية متأصلة جدا، ان احنا نقعد نضرب العيال كل ما نعتقد ان هم بيتشاقوا او بيتدلعوا او بيتميصوا. ولذلك فيجب علينا ان احنا نتفهم اكتئاب الطفولة جزء منه كما كل الاشياء. 3 حاجات لازم نعرفهم في كل الناس، الاطفال وغير الاطفال: وراثي وبيئي او اجتماعي وسيكولوجي، يعني نفسي، يعني له علاقة بالنفس. وانا بس كنت عايز الاستاذ الانصاري يدي الميكروفون للاستاذة منى جابر، معالجة الاطفال النفسية، عشان تساعدني في الموضوع ده. هناك انا منى جابر بشتغل مع دكتور خالد فاضل تقريبا من 10 سنين. هو بالنسبة لاكتئاب الأطفال يعني هي بتبقى من أصعب الحاجات، لأنه يعني إحنا الكبار مش بنستحمل إن إحنا نبقى صاحيين الصبح رايحين الشغل مودنا مش كويس، أو إن إحنا قرفانين، أو إن إحنا عندنا واجبات قد كده، أو إن إحنا مش لاقيين حد نكلمه. فبتبقى صعبة لما تلاقي طفل يقول لك أنا كرهت الدنيا، أو يعني ده الحاجات اللي بيقولوها بصراحة. في طفل تلاقيه بيخطط لأن هو يموت نفسه، يعني حتى لو ما قالهاش صراحة بتطلع في الرسم أو في اللعب، بدل ما يموت نفسه يموت العروسة، يرسم رسم حد ضرب بخنجر أو حاجة. بس يمكن من أصعب الحالات اللي شفتها، ودكتور خليل اللي اتشرفت إنه أشاركه فيها، يعني كانت حالة طفل كانت المشكلة بتاعته إنه باباه شوية سوري يعني بلد، يعني كاتم على نفس الولد، وكل شوية يعني احنا بنحاول نخلق بيئة حلوة للولد يلاقي نفسه فيها، يخرج يعمل اي حاجة. بابا بينزل يلعب معاه كورة في الشارع، بيروح معاه يوقف على باب الحمام، ها خلصت ولا لسه؟ يروح معاه المدرسة يقف على الباب. الولد عايز يشتري حاجة، لا قال له انت احلى. فكان الاب تقريبا عمل للولد يعني الاب تقريبا كان عنده اكتئاب وراح لبسه لابنه. فالمشكلة بقى ان هنا احنا محتاجين بنبقى نعالج الاب الاول. وكنت كمان عايزة اضيف حاجة، انه ساعات الاكتئاب بيطلع في صورة رفض انه يروح المدرسة. تلاقي الطفل مش عايز يروح المدرسة، هي المدرسة ما فيهاش حاجة، ما فيهاش اي مشكلة، بالعكس الطفل بيبقى درجاته كويسة وحلوة. بس المشكلة بقى بتبقى في البيت، بتبقى الاب والام، بتبقى الخناقات، بتبقى طريقة التعامل معاه. خصوصا ان احنا للاسف فاكرين ولادنا دول ملكنا، يعني انت خلاص خلفته لكن هو مش لسه لازق فيه، يعني سيبه يعيش حياته زي ما انت عشتها. في حاجة بقى انا حابة اسأل دكتور خليل فيها. انا ملاحظة يعني احنا هنحتاج ان احنا نعمل DSM-5 او 6 عشان المصطلحات بتاعت حضرتك. في حاجات كتير بتظهر مش موجودة حضرتك اللي بتكتشفها او بتبقى مسيرة للايام اللي احنا فيها يعني. انا ملاحظة ان الاب ممكن يكون عامل رابع للاكتئاب، سواء وجوده في البيت كاتم على نفس الطفل، او ان هو بيسافر يجيب فلوس ماني ماشين، او ان هو ملوش دور يعني حاضر غايب. يعني عايزه اعرف هل احنا ممكن نعمل حاجه للاب نظهره باي شكل؟ لان الابهات انا اخر حد جالي العياده بيقول لي انا هدفع لك وانت وامه اتصرفوا مع بعض. فاحنا دول نعمل فيهم ايه يعني؟ أنا بشكر طبعا منى، وهي زي بنتي بالظبط، ولا تحتاج إلى مدح أو تعليق، لأن احنا يعني بنقوم بنفشل في نص علاج حالات الأطفال بسبب أن الوالدين
احدهما او كلاهما ما بيتعاونش معانا. وفي الحقيقة انه الاب